السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة وبرنامجكم بلاي ميكر. النهاردة الليلة باللون الأحمر وجماهير الأهلي بتحتفل بالدوري رقم 44 في تاريخه، وعشان كده الأهلي أكرم جورماه يكيني بنفس نتيجة الذهاب 3-0، وكمان تألق الوافد الجديد يحيى عطية الله. دي أبرز عناوين ماتش النهاردة الأهلي قدام جورماه يكيني، اللي بدأوا الأهلي بنفس تشكيل مباراة الذهاب، بتشكيل مكون من محمد الشناوي في حراسة المرمى، ومحمد هاني، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، يحيى عطية الله في الدفاع، مروان عطية، أكرم توفيق، إمام عاشور في خط الوسط، والهجوم بيرسي تاو، حسين الشحات، ووسام أبو علي. وهنا ليا تعليق على التشكيل. كنت شايف إن لازم يوسف أيمن المدافع والوافد الجديد ياخد فرصة، خصوصا إن أنت ضامن التأهل من ماتش الذهاب. كان لازم ياخد ويحس مع الفريق بحساسية المباريات، وياخد جو الفريق وجو الملعب والجماهير، عشان انت هتحتاجه في الماتشات الجايه. عندك سوبر افريقي، عندك انتر كونتيننتال، الاهلي داخل في بطولات كتير، اكيد هتحتاجه. وكان لازم يبدا من دلوقتي مع الفريق وياخد فرصه. وخير دليل على كلامنا يحيى عطية الله، اللي كان اداؤه في الماتش الثاني هنا في القاهره افضل بكثير من الماتش الاول اللي كان في كينيا. وده يقول ان انت كل ما تدي اللعيب ماتشات كل ما هيبقى اداؤه افضل. نتمنى نشوف الفتره الجايه يوسف ايمن ويخش مع الفريق عشان يستفيد الاهلي من خدماته. بدات المباراه بهدوء من الطرفين، الى ان قرر جورماه يكيني مباغته الاهلي في الدقيقه 18 وخلق هجمه خطيره عملت دربكه في دفاع الاهلي، ولكن تدخل الشناوي واستطاع مروان عطيه في النهايه تشتيت الكره. في الدقيقه 23 تقدم الاهلي بالهدف الاول عن طريق رامي ربيعه، اللي متقمص دور المهاجم في المباريات الاخيره، وعن طريق اول اسيست للوافد الجديد المتالق النهارده يحيى عطية الله. وعشان ياكد تالقه عاد يحيى عطية الله وعمل الاسيست الثاني ليه، والهدف الثاني للنادي الاهلي عمله لوسام ابو علي، اللي احرز الهدف في المرمى الخالي للفريق الكيني. والحقيقه الفضل الاكبر في هذا الهدف يعود لاكرم توفيق، اللي عمل كره بينيه رائعه ليحيى عطية الله. الحقيقه يحيى عطية الله بيثبت ان هو تاقلم مبكرا مع الفريق، وبيثبت ان هو صفقه رابحه للاهلي، وهو خير معوض لملك الحلول علي معلول. بدأ كولر بعد كده طبعا اطمن على نتيجة المباراة، فوز 3-0 في الذهاب، فوز 2-0 في الإياب. فبدأ في الدقيقة 60 يعمل تغييرات، نزل كهربا والسولية ورضا سليم، وخرج وسام أبو علي ومروان عطية وبيرسي تاو. بعديها ب10 دقايق عمل تغييرين تانيين، نزل قفشة وطاهر، وخرج إمام عاشور وحسين الشحات. طبعا بيريح اللاعبين داخل على ماتش السوبر كمان أسبوع، عنده التزامات مهمة. في الدقيقة 80 رفض الحكم احتساب ركلة جزاء لرضا سليم، بل وادى رضا سليم كمان انذار. ولسان حال الحكم بيقول كفايه عليكم كده بقى، ما تبقوش مفترين على الفريق الكيني. وفي الدقيقه 88 بيضيع كهربا انفراد كامل بالحارس بعد اسيست اكثر من رائع من قفشه، اللي كان بيوزع هدايا النهارده على لعيبه الاهلي. وخلوني هنا اهمس في ودن كهربا واقول له راجع نفسك يا كهربا، اشتغل على نفسك اكتر وركز اكتر، عشان الفريق محتاجك، وانت كمان محتاج الفريق والنادي الاهلي. وفي الدقيقه 91 رجع تاني قفشه يوزع هدايا على اللعيبه، ولكن هنا طاهر عكس كهربا استفاد بالهديه وقبل الهديه واحرز الهدف الثالث للنادي الاهلي، وكانه بيكافئ مارسيل كولر على اشراكه المستمر والفرص المستمره اللي بيديها. نتيجه ايجابيه حققها الاهلي النهارده في اللقاء، وهو خير استعداد لماتش السوبر الافريقي امام الزمالك اللي هيتلعب يوم 27. وطبعا مارسيل كولر اشرك اكبر عدد من اللاعبين واطمن على اكبر عدد من اللاعبين. نروح بعد كده لمباراة الزمالك والشرطة الكيني، واستمرارا للأداء غير المقنع للزمالك في المباريات الإفريقية حتى الآن. صحيح الزمالك قدر يكسب الشرطة الكيني النهاردة 2-1، ولكن ما طمنش جماهيره بالأداء. الجماهير فضلت قلقانة لغاية ما الزمالك أحرز هدفه الأول والثاني. الجماهير كانت منتظرة تنزل مع فرقة الشرطة الكيني يجيب هدف واثنين وثلاثة وتخلص الماتش بدري بدري، وتبدأ تريح اللعيبة قبل السوبر الإفريقي، ولو عايز تجرب لاعبين تجربهم. ولكن لعيبه الزمالك لازم تعيش جماهير الزمالك في سسبنس لغايه اخر دقيقه. بدا الزمالك بنفس تشكيل لقاء الذهاب، ولكن تغيير وحيد ان هو شال حسام عبد المجيد وحط مكانه مصطفى الزناري. تشكيل الزمالك كان محمد صبحي في حراسه المرمى، محمد شحاته، حمزه المسلوسي، مصطفى الزناري، وعمر جابر في خط الدفاع، دونجا، عبد الله السعيد، ناصر ماهر في الوسط، والهجوم زيزو ومصطفى شلبي وسيف الجزيري. وزي ما نوهنا في الحلقه السابقه عن مستوى حسام عبد المجيد
المعتز. النهارده جوميز بيعالج النقطه دي باشراكه مصطفى الزناري، وانا لسه عند رايي ان الزمالك لازم يتعاقد مع مدافع قوي في فتره الانتقالات الحاليه. الزمالك داخل على دوري، داخل على كونفدراليه، فلازم يدعم بمدافع قوي، لان الفريق اللي ما عندوش دفاع قوي صعب جدا ياخد بطوله. شوط اول مر بدون فرص حقيقيه او خطوره تذكر للزمالك على شرطه الكيني، باستثناء فرصه وحيده كانت لسيف الدين الجزيري من عرضيه بميزان حساس من احمد سيد زيزو، ولكن يهدرها بغرابه سيف الدين الجزيري وضعها فوق العارضه. والحقيقه الزمالك كمان كان يستحق ضربه جزاء في الدقيقه 12 من عمر اللقاء، ولكن لم يحتسبها حكم اللقاء، وطبعا مفيش فار عشان نرجع له. وفي الشوط الثاني نجح الزمالك في الدقيقه 56 من احراز الهدف الاول من عرضيه مميزه من عمر جابر، يقابلها على الطاير زيزو في فينش اكتر من رائع وضعها على يمين الحارس. نفذ الزمالك مقولة اطرق على الحديد وهو ساخن، واحرز الهدف الثاني عن طريق ناصر ماهر في الدقيقة 59 بعد ضغط جماعي لعيبة الزمالك على دفاع الشرطة الكيني، اسفر عن خطأ من الدفاع استغله الماهر ناصر ماهر واحرز الهدف الثاني. في الدقيقة 66 نجح فريق الشرطة الكيني في تقليص الفارق واحراز الهدف الاول عن طريق جيسي ويري من ضربة رأسية. والحقيقة اللي صنع الهدف عبود عمر الظهير الايسر لفريق الشرطة الكيني، كان لاعب متألق جدا مش في مباراة النهارده بس ولكن في مباراة الذهاب كمان. في الدقيقة 77 عمل الزمالك 3 تغييرات، خرج عبد الله السعيد وسيف الجزيري وناصر ماهر، ونزل شيكابالا وحسام اشرف وزياد كمال. وفي الدقيقة 92 عمل الزمالك تغييرين كمان، خرج دونجا ومحمد شحاتة ونزل الشباب محمد السيد وأحمد محمود. الزمالك ما أشركش في اللقاء أي من صفقاته الجديدة زي النادي الأهلي كده ما عمل مع يحيى عطية الله. الزمالك كان ليه لعيب واحد بس هو اللي حقق له مشاركة في دور ال 32 وهو الظهير الأيسر محمود بن تايك، اللي ما لعبوش جوزيه جوميز بحجة عدم الجاهزية. الحقيقه جماهير الزمالك ما اطمنتش على الفريق النهارده قبل ماتش السوبر الافريقي، ولكن انا بطمنكم وبقول لكم ان ده مش مقياس، وعمرها ما كانت بالافضل قبل المباراه. ياما شفنا ماتشات بين الاهلي والزمالك الفريق الافضل قبل المباراه بيخسر، والفريق اللي كانت حظوظه اقل هو اللي بيكسب. اللعيبه في الماتش ده بتتحول جوه المباراه وبتستنفذ كل طاقتها وبتخرج 100% ويمكن اكتر كمان من 100% من اللي عندها. نتمنى ان شاء الله مشاهده ممتعه للسوبر الافريقي، ونتمنى ان الفريقين يشرفوا مصر ويشرفوا الكره المصريه. في نهايه الحلقه بتمنى من رب العالمين يكون ملخصنا عجب حضراتكم، ولو ده حصل ما تبخلوش علينا بالدعم بكل السبل، من الاشتراك في القناه والشير للفيديو واللايك عشان يوصل لاكبر عدد من متابعينا. اراكم على الف خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.